السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تيجي النهاردة سيبكم، مش هقول مقال مقروء ولا هقعد أدوش دماغكم بلكلكة ومكمكة وفقفكة. خلينا كده نتفرج على اتنين من كبار المفكرين والأدباء في مجال الصحافة والأساتذة الكبار، الأستاذ أحمد كوس موسى الصحفي الكبير، والأستاذ ياسر كانوس الرائد الكبير في عالم الكولسة ومعرفة كواليس الرؤساء. أستاذ ياسر تاريخ كبير في الكولسة، كان كانوسا لحسني مبارك، وكانوس للوزراء كذا وزير دفاع، وكانوس المجلس العسكري، وكانوس فترة مرسي، كان كانوس مزدوج فترة مرسي يعني، لأنه كان على علاقة بالدولة العميقة في ذلك الوقت، وكان له دور أكتر. تجاوز الكولسة، كان له دور إيجابي جدا الأستاذ ياسر بصراحة في بعد 2011، انه نزل في وسط الشباب وبدأ يحرضهم على الثورة والتمرد على القيادات السياسية من أجل دم الشهداء، وكان مسؤول عن دفعهم في كذا مظاهرة والإبلاغ عنهم في وقت نفسه، وده اللي زود عدد الشهداء في أكتر من مكان. ما علينا، مش هو ده الموضوع. أنا مش عايزين نسمع كده حبة في الدردشة العبقرية والحوار بين اثنين من عباقرة الإعلام المصري، الأستاذين العظيمين المبجلين أحمد موسى وياسر رزق. ناخد جزء كده من الحوار. أنا متصور إن الجنيه إن الدولار ب 12 ولا 13 جنيه، وإنه هيزيد ومش عارف هيقل عن كده. يعني الناس تخسر، ناس كل واحد حر. حضرتك بتقول لما سألت سيادة الرئيس على الإعلام إيه اللي حصل؟ بقول له ان كان في يعني بنلاحظ في الفتره الاخيره ان في قدر من العتب على الاعلام في اكثر من مناسبه. حضرتك بينت كده، هل صدرك بيجي يعني في حريه الراي والتعبير؟ الراجل قال ابدا، انا صدري هيجي ازاي بحريه الراي والتعبير واحنا حريصين على كذا وحريصين على اعلامنا؟ انما بنتكلم بنقول يا جماعه اللي بيتكلم في موضوع حر يتكلم فيه زي ما هو عايز، بس يقول معلومه دقيقه، او هيقول رقم، او هيقول حاجه بتتعلق بالامن القومي، يقول حاجه صحيحه. ما بنقولش انه ما يقولهاش، يقول حاجه صحيحه حتى بكده، لان ببساطه بيقول احنا سالنا الايطاليين انتوا ليه بتوجهوا الاتهام لمصر، الدوله المصريه يعني بقتل الشاب الايطالي ردوا ده شفناه في بعض جرايدكم وفي اعلامكم، يعني احنا وفي اشياء اخرى بهذا المعنى. يعني الاعلام المصري كان تأثيره قوي جدا، لدرجة انه اثر على حكومة ايطاليا وخلاها تقتنع كذبا يعني، او بما نشرته الصحافة المصرية كذب بان روجيني قتل في مصر. يعني ده التأثير الإعلام المصري الشديد وصل لإيطاليا، وأقنع الحكومة الإيطالية بهذه المعلومة التي يراها العباقرة معلومة كاذبة. والحكومة الإيطالية لأنها حكومة إمعة جريت وراء الإعلام المصري، عشان كده السيسي اضطر يفرض حصار على الإعلام المصري علشان تأثيره الشديد السلبي على العلاقات المصرية بالعالم الخارجي. يا أخي، طب الإعلام المصري معرفش يقنعك إن تيران والصنافير مصرية؟ ده انت حابب تحبس نقيب الصحفيين عشان الموضوع دوت. الاعلام المصري معرفش يقنعك ان في ناس بتموت من الجوع في الشوارع. الاعلام المصري معرفش يقنعك بالبطالة اللي موجودة. الاعلام المصري معرفش يقنعك بالفساد اللي وصل وكان اخره مسخرة التعليم في الثانوية العامة. الاعلام المصري معرفش يقنعك بحالة الفوضى اللي موجودة في الشارع. الاعلام المصري معرفش يقنعك برجال الاعمال ان عمالين يزدادوا ثراء ومظاهر ثرائهم بتزيد يوم بعد يوم. كل ده الاعلام المصري ما اقنعكش بيه، والاعلام المصري وما كانش ليه تأثير على حد بيه. والاعلام المصري كان ليه تأثير شديد على الحكومة القطرية، انه ادخل في روعها ان روجيني
ما ماتش بالسكتة القلبية لكن مات مقتول في مصر. يعني مش عارف يا أستاذ ياسر كالوس انت ازاي عدت منك دي. بالمناسبة يعني بمناسبة الكواليس، الأستاذ ياسر زي ما قلت لكم كالوس قديم، والكولسة دي علم كبير، لأنها ليست فقط كولسة ولكن هي أيضا لها وظيفة لها مقتضيات أخرى كنت أنا تتشابه أو أصولها جت من بريطانيا وأنا كنت كلمتكم عليها قبل كده، اللي هي وظيفة ماسح بيوت خيول جلالة الملكة. لكن تطور الموضوع من بيوت خيول جلالة الملكة في قصر باكنجهام إلى بيوت الرؤساء في العالم الثالث، وظهر رواد في هذا العلم، ومن أقواهم الزميل ياسر رزق الكالوس الأكبر، ومعه العديد من زملائنا الإعلاميين بصراحة، يعني رواد في الكولسة وفي مسح المسائل. طب نرجع تاني نشوف الراجل ده بيقول ايه. هذا يعني انما ما فيش على الاعلام لو هو في مشكله يفضل قاعد 7 ساعات مع ثلاث رؤساء تنظيم وفي مشكله مع الاعلام على الاطلاق. استاذ ياسر واللي يعرف الرئيس يعرف تقديره لدور الاعلام المصري وحقيقه. بص امبارح اللي هو الشعب هو ظهر المقاتل، وحين يشعر المقاتل ان شعبه قد مل منه فانه لا يعود مقدوره ان يقاتل، اذ ان ذخيره القتال هي الكبرياء والشرف والعزه، وبدونها جميعا لا يمكن ان يكون مقاتلا ولا ان يستمر في القتال. تحليل حضرتك ليه الجزء ده ايه هو اللي حضرتك فهمته من سياده الرئيس؟ الرئيس مقاتل نموذج، او هو نموذج للمقاتل المصري. دخل التحق بالقوات المسلحه من هو في الثانويه الجويه، يعني ابتدى الزي العسكري 45 سنه. راجل واخد نفسه بالشده، تقلد كل المواقع القتاليه، قائد لواء وقائد فرقه ميكانيكيه وقائد المنطقه الشماليه العسكريه، ثم مدير المخابرات الحربيه، ثم قائد عام لاقدم جيش في التاريخ. عنده كبرياء مقاتل المصري. ده باختصار. انا ذاكرتي هي كبريائي وشرفي، وانا لا يمكن ان اقبل ان الشعب لم. مش قلت لكم وظيفه لها مقتضيات كثيره. السيد الرئيس الصادق الامين صاحب الكبرياء التي لا تنحني. نفس الكلام على فكره كان قال على الرئيس حسني مبارك قبل كده، لكن ما علينا. يعني هنعتبر ان يعني ما فيش ضرر ان يبقى في 2 عندهم كبرياء. الرئيس خلفيه عسكريه عظيمه، كان بيلبس ضابط وهو صغير في العيد، ولما كبر دخل الكشافه، ولما كبر شويه دخل الجواله، وبعدين دخل الثانويه العسكريه، وبعدين بقى جويه، وبعدين سقط من الجويه دخل العسكريه، وبعدين العسكريه بقى ضابط، وبعدين خد ملازم اول نقيب رائد مقدم وبعدين جه بقى رئيس جمهوريه. وبالتالي فهو راجل يحمل كبرياء عسكري كبير، والكبرياء ده يعني يمنعه من الاستمرار في الحكم طالما الشعب مقموص زعلان منه. طب ايه هو معيار اللي بيؤكد له ان الشعب مقموص ولا مش مقموص؟ طيب يا ريس احنا زهقنا، توكل على الله. طب مين اللي يقول انه مقموص ولا مش مقموص؟ اذا كنتوا مش عايزيني انا همشي. طب انت عرفت منين ان احنا عايزينك ولا مش عايزينك؟ سألت ياسر رزق، سألت محمد هادي علام رئيس تحرير الاهرام، سألت فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية؟ هم دول بيكلموك باسم الشعب؟ ولا يعني عشان خاطر سيادتك تحافظ على كبريائك العسكري اللي انت صنعته من وانت عندك 6 سنين؟ ثانيا يا اخي انت جايبين يعني انت رئيس جمهورية ولا فتوة جاي تحكم البلد؟ انا مش فاهم. الاستاذ ياسر بصراحة ما عرفش يوضح لنا النقطة دي كويس. طب نسمع تاني بيقول ايه؟ الشعب مش واقف معايا ان انا او حسيت كده ان انا استمر. طبعا يعني دي مسألة. والحقيقة في حاجات تانية في الحلقة الثالثة، وانا يعني الحلقة الثانية على اهميتها انها تتعلق بالمسائل الاقتصادية
وبتتعلق باجراءات الاصلاح، بتتعلق بالمشروعات الكبرى، بتتعلق بليه نعمل عاصمه. اصلاح مين يا عم؟ مش بس علشان نتوسع وكذا، لا حتى بالفلوس. كم فاصلة ب 22 جنيه يا عم؟ العاصمه الاداريه الجديده والمدن الجديده، سواء شرق التفريعه واسماعيليه الجديده والسويس الجديده والعلمين والمدن الجديده في الصعيد، وفي مدن لم يعلن عنها في الصعيد الاراضي بتاعتها 1.2 بالمليار متر مربع، ثمنها 1200 مليار جنيه. كل المشروعات اللي احنا عملناها وبنعملها تكلفتها 1040 مليار جنيه، يعني الراجل ده بيتكلم عمي ولا طرش؟ دي تريليون و200 مليار جنيه. نعم تريليون حضرتك، يعني ثمن الاراضي دي اغلى من كل اللي بنعمله، محطات الكهرباء والطرق وكل الكلام ده. يعني عمليه رابحه، حتى مش بس يعني بتاخد رمله وجبال ملهاش، وبترفع الاسعار هناك في المنطقه واللي حواليها، بترفع الاسعار، اسعار متر الارض. بتاخد ارض في صحراء قيمتها دلوقتي، لو حد قلت له تروح هناك ودي وهي وضعها دلوقتي غير موافقه، انا يقول لك انا ايه اللي يوديني هناك؟ نعم انت لو دفعت لي فلوس مش هروح. بترفع قيمتها وتعمل لها قيمه وبتعمل سعر وبتعمل متنفس لسكان مدن وعواصم الصعيد، في سواء في شارع، وعارف ان الناس دي اختارته مش بس كبطل شعبي بتكرمه انه استجاب لاراده الشعب، لا، المحطه في امل وعارفه انه قادر على تحقيق الامال بتاعت الشعب. نقف شويه كده على امال الشعب. عملت مشروعات بتريليون تريليون 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 خدت الرمله زي ما عبد العاطي وكفته كده، خدت الفيروس حوله لايدز، ولا خدت الايدز حوله الكفته، انت خدت الرمله حولتها المساكن، وانت بقى هتحقق امال الشعب. طب يا عم هتديهم الشقق دي ببلاش ولا بفلوس؟ 20,000 جنيه رخيص يا بلاش، بس الناس ما حاش 20,000 جنيه. تحقق ربح لمين يا عم؟ انت بتعمل مشروعات للشعب جعان عشان تاخد منه ربح. بقول لكم ايه، انا مش عاوز اكمل المعجنه دي، ده كلام بيض وحوار بين جاموس وكالوس، ويعني تحملهم اكتر من كده ممكن يؤدي الى اصابه الواحد بامراض شبيهه بالعته المنهولي. وزي ما قلت لكم الاستاذ ياسر بيمتهن هذه المهنه، وهي مهنه عريقه. كان زمان بولي كالوسجي الملك فاروق، وياسر كالوسجي السيسي، وكان كتير قوي من اسماء المعارضه الذي تمنعني عدم موضوعيتي من ان انا اقولهم، بس انا مش موضوعي في كل وقت، خدوا بالكم انا في حاجات برضو يعني كده، ما انا برضو يعني عايش في المجتمع يعني، انما في ناس كتير جدا كونسجيه، بس للاسف اصحابي، وانا راجل زي ما قلت لكم مش موضوعي قوي يعني، فادينا قاعدين بنتسلى. بقول لكم كفايه كده عشان انا زهقت.